علق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو على حفل افتتاح كأس الخليج العربي خليجي 25 الذي أقيم في محافظة البصرة. وقال: بعد أن استقبلني رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، كنت في ملعب البصرة الدولي لأرى وتعادل البلد المضيف 0-0 مع عمان في المباراة الافتتاحية للبطولة. وتابع: أنا سعيد للغاية لأن كرة القدم التنافسية قد عادت أخيرا إلى العراق، بلد حقيقي محب لكرة القدم. وأكثر من ذلك، في مثل هذه البطولة المرموقة كرة القدم سعادة، إنه يعطي الأمل لكثير من الناس، وفي هذه الحالة لبلد بأكمله. إنه ملأ الملعب والأجواء الرائعة في البصرة الليلة شهادة على ذلك. وأكمل: أود أن أهنئ العراق والاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على الترحيب الحار وعلى